والساعة 11 الصبح جالي حد من السفارة، نزلت قعدت معاه هنعمل ايه. الإجراءات بيفهموها، بنكلم المحامي، مش عارفة ليه ايه لازم يتقدم، ايه جواب لازم يروح، ايه جواب لازم يجي، طب لازم نحدد جلسة. طب يا جماعة تحديد الجلسة ده ممكن ياخد قد ايه؟ ممكن ياخد كتير. كتير ازاي يا جماعة؟ ما عملتش حاجة يا جماعة، أنا محبوسة ما عملتش حاجة عشان نحدد جلسة ياخد كتير. عشان أنا عملت ايه؟ أنا محبوسة حبس انفرادي فوق في البرد من غير أكل ومن غير شرب على البلاط، عشان عملت ايه؟ جت الساعة 3 قبل ما اطلع، تم ابلاغي من المحامي ان هو انا يوم الخميس بقى عندي جلسة اللي هي جاية احضرها. طب يا جماعة مش هروح احضر الجلسة بتاعتي وانا متهمة في قضية؟ مش هروح احضر الجلسة بتاعتي؟ لا مش هتطلعي من الحبس. طب ودوني احضر الجلسة عشان ما تروحش عليا؟ لا مش هتطلعي من الحبس. طيب في واحده جت قالت لي ان في كارت كده بتشتريه تتكلمي في التليفون من الاسم، ليكي مكالمه واحده 5 دقايق في اليوم. رحت مكلمه المحامي، قال لي ان هما بيعرضوا الحقيقه انا طلعت اللايف ده بس عشان انا كل الناس قاعده تقول لي ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل، فكان لازم اطلع اقول ايه اللي حصل وعشان اعلن حاجه مهمه جدا برضو. المهم قالوا لي السبيل الوحيد انك تخرجي من هنا ان انتي تتنازلي عن القضايا اللي في مصر. قلت لهم بكره الجمعه ومفروض ان مفيش قضاء عشان تعملوا جلسه وعشان تقدموا اي حاجه او تعملوا اي حاجه. قالوا لي مالكيش دعوه، مالكيش دعوه، كل حاجه هتتعمل، بس امضي. وتحت اكراه شديد وتحت اجبار شديد وتحت ظروف في غايه الصعوبه. مهما انا مش عايزه ادخل في تفاصيل، مش عايزه ادخل في تفاصيل خالص عشان انا ولا عايزه استعطف حد ولا عايزه اعمل حاجه، ولكن هي الجمله بمعناها. تحت ظروف شديده شديده انا يعني ساعات قليله، ساعتين يمكن من ساعه ما قلت لهم همضي الورق كله جه، توكيلات كلها جت، كل حاجه جت. طب يا جماعه الساعه 8 بالليل شهر العقاري عندكم اللي هتسجلوا فيه الحاجه، شهر العقاري جه، شهر العقاري جه الاسم وانا داخل محبسي. طيب لازم تكتبي ورقه تصدقي بيها، تطلبي من السفاره انها تصدق على الورق. لا يا جماعه مش عايزه اعمل كده. هي دي الطريقه الوحيده، هي دي الطريقه الوحيده انك تخرجي، انك تبتدي تكتبي جواب تطلبي فيه التصديق على الورق. طب هتخرجوني يعني؟ لا، حد هيجي يصدق لك الورق جوه الحبس. مضيت وانا في اجبار شديد واكراه شديد، لان اكيد انا مش عايز اضيع حقي، واكيد انا ما قعدتش سنتين امشي في قضيه عشان اخد حقي بالقانون عشان اجي بجره قلم اتنازل واتصالح. حجزت تذكره الساعه 6 بعد الظهر على اني هخرج في نفس اليوم، اتاخر قوي الخروج لغايه 9 بالليل. حجزت تاني يوم الساعه 8 الصبح، غادرت لبنان. احلى حاجه في حياتي حصلت لي ان انا رجعت مصر، وانا عارفه قيمه مصر طبعا من الاول، بس يعني احنا في احسن بلد في العالم، احنا في احسن بلد في العالم. يعني يوم الجمعه
أنا يوم الخميس بالليل وافقت، أو الساعة 4 بعد الظهر. الساعة 8 يوم الخميس جالي الورق، شهر العقاري جه، كل حاجة جت. جمعة الصبح جت السيدة المحترمة بتاعت السفارة اللي تصدق لي على الحاجة. الساعة 6 أو 6:30 خرجت وأطلق سراحي من محبسي. حجزت طيارة على مصر الساعة 7 الصبح، الساعة 8 الصبح مشيت، وصلت مصر. كنت في حالة انهيار شديدة، لأن الضغط اللي وقع عليا في 72 ساعة دول كان ما ينفعش حد يستحمله خالص خالص. حصل حاجات كتير تانية أنا مش هقولها، مش دلوقتي، لأن هو غرض اللايف ده إني أقول إن الساعة 8 الصبح يوم الحد أنا رحت الشهر العقاري، توجهت للشهر العقاري، عملت إقرار بعدولي عن التوكيل اللي أنا مضيت عليه داخل محبسي تحت الإكراه والإجبار والمساومة على إطلاق سراحي. عملت هذا الإقرار في الشهر العقاري، ثم توجهت للنيابة العامة، نيابة وسط القاهرة، قدمت بلاغ إن أنا عملت كل ده تحت الإكراه. ثم توجهت اليوم لرئيس المحكمة اللي فيها القضية بتاعة الجنحة اللي ضد الدكتور نادر صعب، وقدمت لرئيس المحكمة الموضوع وشرحت فيه ان لا يجوز ان هم يستخدموا هذا التوكيل في اي تصالح، لان انا بعدل عن هذا التصالح لانه تم بالاجبار وبالاكراه. ودلوقتي انا بدور الحقيقه على بيانات الراجل اللي انا عملت له توكيل ده، اللي هو انا يعني كنت داخل محبسي في لبنان، وهو وافق على انه يعني ان هو اللي يروح يتنازل. انا بدور على اي معلومات ليه، رقم قومي ليه، رقم قيد في النقابة، اي معلومات الحقيقة، عنوان ليه. مفيش اي حاجة مكتوبة في اي ورق متقدم عشان انذر حضرتك انك ما ينفعش تستخدم التوكيل ده، لان انا بعدل عن هذا التوكيل. وتقدمت ببلاغات للنائب العام واخبرت رئيس المحكمة بان انا بعدل عن هذا الصلح، لانه تم اجباري عليه واكراهي عليه تحت استعمال ظروف صعبة جدا 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 داخل محبسي. انا مش هتنازل عن حقي، ومش خايفة يحصل لي حاجة تاني خالص. ومرة أخيرة أنا بعدل عن هذا الصلح اللي تم إجباري عليه وإكراهي عليه.